بعد إذنكم يا جماعة، أنا عايز أتكلم معاكم كلمتين وأفتح قلبي ليكم. طبعا إحنا شايفين ظروف وأزمات والعالم كله بيعاني يعني زي ما انتم شايفين، مش لو سيبنا المناخ فاحنا داخلين في كورونا. سيبنا كورونا فدخلنا على الأزمة بتاعت روسيا وأوكرانيا. ولو سيبنا دول كان من قبلهم داعش والدواعش وبيخوفوا الناس. المهم يعني إن العالم داخل في حسبة صعبة، واللي بيضيع مش الجيوش. يعني الجيوش ما خلاص، انت واحد بتحارب معاك سلاح بتحارب، لكن اللي بيضيع الشعوب. واحنا من ضمن الشعوب دي. احنا شعوب طالعين من أزمة في أزمة في أزمة في أزمة لحد ما وصلنا ان فعلا الروح وصلت. خلاص وصلت يعني زي ما بيقولوا كده، خلاص يعني وصلت للمناخير. احنا طبعا شايفين الأزمة عندنا: ذهب، دولار، حديد. الدنيا بايظه يعني. الدولار وصل لاسعار غير مسبوقه، الحديد وصل لاسعار غير مسبوقه، الذهب هو كمان قال اشمعنى انا يا ولاد الكلب خدوني في سكتكم. فحاجه يعني حاجه صعبه. انا مش هقول لك انا بدور على حديد وذهب ودولار، لا، انا بدور ان انا اعيش، اكل عيش، اعيش. انا في حاجات انا بقف معاك فيها، يعني انا كشعب بقف معاك كدوله، وعلى فكره، واكتر ناس هي الناس المطحونه اللي هي اللي شغاله باليوميات واللي بتكد وتتعب. وهي فعلا اللي هي الناس اللي فعلا اللي مش عايشه، وهي دي اكتر ناس مستحمله. يعني تخيل انت ما هوش عايش وبيستحمل. فانا واحد من الناس. انت عمال تطالبني وطالع الاعلام وعمالين يتكلموا الاعلام اللي هو اصلا يعني اعلامي قاعد ببدله تعيشني انا 5 شهور، وبياخد مرتب هو كمان في السنه. الواحد يقول لك 9 والتاني يقول لك 12 والتالت يقول لك 16 مليون وحاجات زي كده. طالع وبيحلي لي وبيشكر لي في جمال وطعامه وسكر رجول الفراخ. فطبعا انا مع الكلام ده كله مطالب ان انا استحمل. ما هو انا دلوقتي انت قلت لي استحمل رغيف العيش لما خف وزنه من 120 جرام ل 90، واستحملت لحد ما وصل ل 60 جرام، انا مستحمل. فانت بتقول لي مثلا بدل ما كان رغيف العيش قد كده بقى رغيف عيش قد كده ومستحمل. دلوقتي بتروح تجيب الطعميه بعد ما كانت قد كده قرص بقى كده ومستحمل. انت بتروح تقول لي بدل ما كان شويه الفول مثلا ب 2 3 جنيه قد كده بقى شويه الفول قد كده ومستحمل. بعد ما كانت الفرخه قد كده وبروح اشتريها بتقول لي اشتري لي رجل الفراخ وكلها بقت مليانه كولاجين ومليانه حاجات ومستحمل. انا كل ده ومستحمل. وهستغنى عن سلع اساسيه. انا طبعا مش هكلمك على اللحمه لان انا خلاص ما بقيتش اكلها، والله اقسم بعزه جلال الله ما بقيت اكلها. ما هو انت يعني انا ما يبقاش مرتبه قد كده وانت تقول لي كيلو اللحمه ب 150 ب 200 جنيه النهارده، وتقول لي لا بقى خلاص بقى. يعني انا بقيت اعدي واشوفها خلاص يعني متعلقه ومتشكرين على كده عسل. الله، ده ايه الورك الجامد ده. وخلاص بقى بقيت عاكس اللحمه ولا ماشي وخلاص. انت فاهمني؟ لكن انت ما تقوليش كيلو لحمه ب 200 جنيه اروح اشتري كل اسبوع كيلو. انا داخل لي في 800 جنيه لحمه بس، وحته لحمه لا تتاكل ولا حتى شربتها بقت تتشرب ولا حتى وانت بتعملها بتشم لها نفس. فانا هشتري حاجه احرق دمي بيها ليه؟ بلاها لحمه. بس انت حليت لي رجول الفراخ وقلت لي عسل، قلت لك خلاص ماشي، وبقيت اجيب الاجنحه وبقيت اجيب الهياكل ونعملها شوربه انا والعيال ونعصر عليها ليمون ونقول احنا كلنا واحنا قاعدين على على الطبليه. معلش اصل انا فلاح شويه، فما بقتش مش باكل على سفره، يعني انا باكل على الطبليه. فاقول لهم الله شفت نفس البتاع عامله ازاي. انا كل ده وانا مستحمل. كل ده انا مستحمل وهستحمل، وان مطلوب مني ان انا بستحمل. لان انا ما عنديش مكان غير البلد دي، وما عنديش ظروف غير الظروف اللي انا فيها. ما هو انا من يوم ما نشأت فيها، انا مواليد 79. من يوم ما نشأت انا ما شفتش ان البلد دي جه عليها يوم حلو. وانا متوقع وبعون الله وباذن الله برضو والله ما هنشوف اليوم الحلو. ليه؟ لان هو في اقدار شعوب كده. ما انا برضو من يوم ما اتولدت من سنه 79 انا بسمع ان الصومال. انا عمري ما سمعت ان الصومال بقت كويسه. انا يعني حتى لسه بيضربوا بها المثل عيشتنا زي الصومال. يعني تخيل انت من 79 بقالك 43 سنه
انت لسه لغايه النهارده مضروب بالصومال، ان العيشه السوداء عيشه الصومال. فانا من يوم ما اتولدت من سنه 79 الشعب المصري انا ما شفتوش في يوم من الايام حلو. فانت متخيل ان انت حتى بعد ما نقضي الفتره بتاعتنا ونتوكل على الله، هي بالفعل خلاص هي اترسمت علينا، مش هنشوف يوم حلو. والله ما هو تشاؤم ولكن توقع. فانت بعد ده كله وبعد رجول الفراخ وعمال احليها في عيون العيال وبليمونه وبتاع، ما جيش بالليل بعد ما تحرق دم طول النهار باخبار يطلع محمد رمضان بيغسل وشه بصابونه ذهب، ويطلع عمر كمال يقول لك انا معايا عربيه ب6 7 مليون، ويطلع حمو بيكا هو كمان اللي لا صوت ولا منظر ولا اي شيء، ويقول لك ان ثروته ما اعرفش 12 13 مليون. حسن شاكوش بياخد من اليوتيوب ما اعرفش كام 300 الف دولار ما اعرفش كل 3 شهور. يجي لك عيل ملوش اي 30 لازمه ولا ملامح بتاع كشري التحرير، مكروش من كشري التحرير، بيستضيفوه في قنوات ويركب في عربيه ويعمل لي كده وهو راكب العربيه. انت خدت بالك؟ ولما اتعب اروح اكشف عند دكتور، اولا اتذل قبل ما اكشف ويقول لك الحجز قبلها بشهر، وبعد ما تحجز يقول لك لو مستعجل يبقى 800 900 جنيه و1000 جنيه، وتروح في الاعاده تدفع لك كمان 200 300 جنيه، وتروح عند الاشعه تدفع 2000 جنيه، وتروح عند التحاليل تدفع 2000 جنيه، وتروح الصيدليه تدفع لك 1500 جنيه، وتروح بعد كده تكشف، وبعد كده يروح كاتب لك على انبوبه مرهم ويقول لك انت بقيت زي الفل. تصرف لك 5 6000 جنيه على انبوبه مرهم ويقول لك انت بقيت زي الفل. انا كل ده وساكت ومستحمل، وقوم طالع لك كمان يعني احنا خلاص احنا دخلنا بقى ممثلين وحمو بيكا وبتاع كشري التحرير. تعالى بقى بالليل على الساعه 7 يجي لك الايه لعيبه الكوره. لعيبه الكوره تلاقي لاعب اقسم بالله العظيم عيل ما كان ينفع اصلا يلعب كره خماسيه في مركز شباب، ويقول لك الاهلي والزمالك بيتصارعوا على شراء ب 50 60 مليون جنيه. ده غير بقى الدروس الخصوصيه، انا ما كلمتش عن الدروس الخصوصيه. المدرس اللي بقى درس الخصوص النهارده 200 و300 جنيه على عيل في ابتدائي رضا ملوش 30 لازمه، برضه هيطلع يقول لك انا شفت مستقبلي شكله ايه ولونه ايه. انت بعد ده كله ولسه قاعدين في مكاننا وبندور، وتقول لي اللي يشوف حاجه غاليه ما يشتريهاش، واللي يشوف حد مغلي التسعيره اللي انا اصلا انا ما اعرفش هي التسعيره ايه، بلغوا واتصل على خدمه المستهلك ولا والخط الساخن. خط ساخن ايه؟ خط ساخن ايه؟ انت لسه عايزني انا كثروه الطلايع اللي عايش في بلد فلاحين ملهاش 30 لازمه على الخريطه اروح اشتري من اللي قدامي من سوبر ماركت، تقول لي باكو الشاي عندي ب8 جنيه قد كده اهو، الدكان اللي بعده يقول لي ب9 جنيه، الدكان اللي قبلي على الكوبري يقول لي ب15 جنيه، وكل ده انت عايزني الف انا على الدكاكين اروح اشوف اراقب الاسعار واتصل بحضرتك على الخط الساخن وخدمه المستهلك واقول لك الو انا لقيت البيت اللي قدامي اللي فاتحه سوبر ماركت مغليه عليا باكو الشاي بقى ب8 جنيه، تعالوا شوفوا لها حل ولعوا فيها، وانت قاعد في مكتبك يا سيد يا محترم يا مسؤول يا ابن الناس الكمل يا جميل، وانت لسه قاعد عايزني انا اتصل عليك بالتليفون على ان انت تنزل تظبط لي الاسعار اللي انا بعاني منها. طب انت ظبطت لي اسعار الدكتور اللي غلك كشف، ظبطت لي اسعار الدواء اللي علبه الدواء النهارده اللي كنت بشتريها من 4 5 شهور ب20 جنيه بقت ب60 جنيه، عايزني اظبط لك؟ الفرخه اللي كنت بشتريها بقيت اشتري الرجول بتاعتها وانت عمال الفرخه ب35 الكيلو بقت 39 الكيلو ب42 الكيلو 45 الكيلو و60 جنيه الكيلو، كل ده وعمالين نظبط في اسعار. فين الاسعار؟ بنظبط ايه وهنظبط ايه؟ وتقول لي رجول فراخ، وتقول لي شويه الفول قد كده، وتقول الطعميه بقت قد كده. احنا هنظبط ايه؟ وخط ساخن ايه اللي انت عايزني اتصل لك عليه؟ طب ما انتوا في ناس شغاله من غير الخط الساخن من بعيدا عن الرقابه بتاعتكم. انا قلت الدكتور اللي غلك كشفه بمزاجه، وبتاع الدروس الخصوصيه اللي شغال وبمزاجه،
ودكتور التأمين الصحي اللي بيروح ان لو ما كنتش اروح له العيادة ادخل عليه التأمين الصحي يبص لي كده زي ما يكون شايف كلب جربان. ايه عايز ايه؟ بعاني من كذا بعمل كذا، تك 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 اي بتنجان. وما يقومش ويكلف خاطره ويرفع السماعه ويشوف انا ضربات قلبي سريعه ليه، ولا انا الضغط عندي ايه، ولا كوليسترول ايه، ولا حلل ايه، ولا اعمل ايه. دكتور قاعد في التأمين الصحي يا محترم يا ابن الناس الكمل انت وهو يا مسؤول. دكتور التأمين الصحي وانت متأكد مليون في المية يا وزير الصحة ويا اللي قبل وزير الصحة واللي كان قبل اللي خلف وزير الصحة قبل كده، انتوا عارفين دكاترة التأمين الصحي بتعمل ايه كويس جدا. اللي بيروحوا دكاترة التأمين الصحي اللي طلعت معاش ولسه ماسكة في العيادة، اروح له التأمين لا بيرفع سماعة عليا ولا بيقول لي اكشف كذا ولا حلل كذا ولا اعمل. لو ما كنتش اروح له العيادة بره مش هيكتب العلاج اللي هو عايزه تبع التأمين. فانا لو دخلت له كده من الباب للطاق من غير ما يشوفني وانا بقول له انا تعبان وعندي كذا وبعاني من كذا، بيكتب اي بتنجان. وادي صحة المواطن يا سيادة المسؤول المحترم عني وعن اللي خلفوني، دي صحة المواطن. دكاترة التأمين الصحي الجمال قاعد بس بقلم ازرق ويكتب لك على بطاقة التأمين، بيكتب اللي انت بتنطقه وبتقول له انا بعاني منه بيكتبهولي. لا كشف عليا ولا فرد الشازلونج ولا اللي اطلع كده لما اشوفك ولا اي بتنجان. هو ده المواطن اللي بيستحمل وبياكل رجول فراخ ومش لاقي كبدة الفراخ ومش لاقي أجنحة الفراخ وبيشهى على اللحمة وعايز يطلع عياله في اللي يدرسوا ويتعلموا. هو ده لما بيروح التأمين الصحي اللي هو يا دوبك الملاذ الوحيد. ما علشان أنا مش قادر أروح مستشفى خاصة ومش قادر إن أنا أروح أكشف في عيادة خاصة ومش قادر إن أنا أروح لك يا دكتور التأمين في عيادتك الخاصة أم 300 جنيه علشان أما تكتب لي العلاج أنا مش قادر أشتريه من صيدلية بره، عايز أشتريه على حساب الدولة. بقوم داخل لك كاتب لي كل اللي أنت عايزه، يخصني ما يخصنيش، يا رب اخد حبايه واروح في داهيه، مفيش مشكله. شفتوا الدوله اللي انتوا بتطالبوا الشعب بتاعها يستحمل معاكم عايشين ازاي؟ عايشين على رجول فراخ ويا ريتهم هيلاقوها، وعلى كبده الفراخ ويا ريتهم هيلاقوها، على اجنحه الفراخ والهياكل بتاعه الفراخ ويا ريتهم هيلاقوها. وكل ده علشان يحوش من هنا يدفع لدكتور ويحوش من هنا يدفع لدروس خصوصيه. لا جهز عيل ولا جوز عيل ولا لقى شقة علشان يجهز فيها العيال ويدخلهم ولا لقى أي حاجة. شفت أنا في الوقت اللي أنا بستحمل فيه وبستحملك واستحمل ظروفك واستحمل ظروف الدولة وأقول لك إحنا كلنا بنعاني ونقف مع بعض، أنت ما أنتش عايز تقف معايا. أنت مش عايز تقف معايا، مش عايز تنزل لي حد يراقب لي الأسعار في السوبر ماركت ولا في الدكاكين، مش عايز تنزل لي حد يمر على التأمين الصحي ويشوف دكاترة التأمين الصحي دكاترة الغلابة بيكتبوا العلاج بناء على ايه. انا نفسي تدخل يا مسؤول يا وزير الصحة ابعت مندوب ابن ناس من عندك يلبس جلابية ويروح تأمين صحي زي التأمين الصحي بتاع علي مبارك في طنطا ويدخل على دكتور التأمين الصحي بأي بطاقة ويقول ان انا هكشف وعندي كذا 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 كذا، وشوف الدكتور بتاع التأمين الصحي هيكتب له العلاج بناء على ايه وهيعامله ازاي، وبعد ما هيكتب العلاج هيصرفوا له ايه العلاج. نزلوا ناس تراقب ونزلوا ناس تقف مع الشعب علشان الشعب يستحملكم. الشعب خلاص صدقوني احنا وصلنا لمرحلة من المعاناة ومن القرف ومن الإحباط ومن اليأس، وانتوا اللي صدرتوها لنا من مسؤوليكم لقنوات التلفزيون والإعلاميين والمطربين والفنانين ولاعيبة الكورة والعك. أنا قلت كتير على لعيبة الكورة وقلت كتير على الملاعب وعلى النقل التلفزيوني وعلى وزير الرياضة ولا كأن حد بيتكلم. هاو 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 هاو. أنا طول الفيديو عمال هاو 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 على الصحة وعلى التعليم وعلى مراقبة الأسعار والدروس الخصوصية. هاو 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 هاو